السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحرار والأصدقاء الأعزاء في كل مكان، إيه، أهلا وسهلا بكم. طبعا الكل منتظر إن أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين. اعذروني لأن ده مش عيد، ومفيش حاجة اسمها عندنا كمسلمين إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. وإن كان هو مولد النبوي الشريف هو يوم وليس عيد، لكن اليوم عيد بالنسبة لي أنا. ابتديها الأول بالأخبار الجميلة جدا. خبر يفرحنا كلنا طبعا بعد ما حزنا جميعا بعد مقتل الشاب إسحاق حسان، الذين يقولون أنه معتوه. وعايز أبغى أعرف أنا يعني ليه الحكومة المصرية تخلي الجثة موجودة أسبوع؟ بالأمس تسلمتها والدة الشهيد المسكين الفلسطيني العاري الذي كان يسعى لدخول مصر معتقدا أنها بلده الثاني. ماذا كان يعني الجيش المصري لأن يترك هذه الجثة للأسبوع؟ هل كان يعني أنه يهدي هذه هدية بداية العام الجديد لأهل المتوفي المستشهد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واستلمته في مشهد مؤثر ومؤسف للغاية ومخزي للعار، ولكننا نتبرأ من الله أكبر الله أكبر والعزة لله، ولكننا نتبرأ من عبد الفتاح السيسي وأعوانه ومن هذا النظام كاملا. استغفر الله. المهم، الآن حدث إطلاق نار. هذا خبر، هذا ليس موضوعي ولكنه خبر جميل جدا، فكان لابد أن أفرح به الإخوة المسلمون جميعا بدلا من هذا الخبر المؤسف على هذا الشهيد الذي قتلته الحكومة المصرية. الآن قام مواطن جريء فلسطيني مدافع عن أرضه بقتل 2 من الخنازير اليهود بإطلاق نار عليهم، وإصابة 4 آخرين في تل أبيب. ولله الحمد والمنة، ونحمد الله وشكره وأنه أيضا فر. الحمد لله أنه فر أيضا، وما زالت القوات الهالكة اليهودية الفاجرة تبحث عنه. ندعو الله له أن يعينه على أن يختبئ عن أعينهم حتى يقوم بعملية أخرى إن شاء الله بإذن واحد أحد، وينصر الفلسطينيون عليهم جميعا. نعود إلى الشأن المصري. كما قلت لكم ستحدث انفجارات، وهذه المرة تكتم عليها الجيش المصري العميل بتعليمات من الأمن القومي، لأنه في هذه الأيام قاب قوسين أو أدنى من الثورة خلاص، وهو يرتعد خوفا. أمس بالحاجز أمني في الجيزة يقوم بتفجيره، وكل من عليه من الشرطة من الضباط والعساكر وأمناء الشرطة ماتوا وتوفوا. طبعا أنت لم تسمع هذا الخبر ولن تسمعه في إعلام العار، لأنهم تكتموا على هذا الخبر كعادتهم عندما تكون الضحايا كثيرة، عندما تكون هول المصائب تتعدى فوق رؤوسهم، وكان الله يبتليهم، كأن الله يقول لهم خذوا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أخشى أن يصيبنا انفجار في إعصار سيأخذنا الله بأفعال هذا النظام الكافر، بنظام السيسي الكافر. والله سيأخذنا الله بهذا النظام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تعيننا على أن ننتقم منه ومن نظامه ونخلعهم من الحكم، لأنهم طغوا ولا عدل، لا مجال. لا أسمع أحد يقول يا أخي مات شباب زي الفل وشباب في الثورة. عادي، ما عندنا مشكلة، يموت
نموت ما في مشكلة، هي لله، نحن نموت لله فقط لا غير. ماذا نفعل أصلا؟ ماذا نفعل إذا؟ ننتظر حتى يتوفانا الله بمصيبة من عنده جراء ما يفعله هذا النظام الكافر ضد إخواننا المسلمون وضد الإسلام؟ إذا الحاجز الأمني في الجيزة تم تدمير العشرات من ضباط الشرطة، دمهم فين؟ يعني ذنبهم ايه ودمهم فين؟ دمهم عند مين؟ وهل ماتوا مؤمنين او ماتوا على كفر لانهم يساعدون نظام مرتد واصبح كافر عيانا بيانا؟ اذا ننتظر. ماذا يحمل كل هذا فوق اعناقه وفوق عاتقه؟ انه السيسي ونظامه ومن ايده ومن فوضه من مواطنين. انتم جنود فرعون. ايضا هناك هذه الاخبار لن تسمعها لانك انت مغيب يا سيساوي، يا مغيب. كوبري في الشرقية سقط امس، وقف حال هذه البلد، لا اذكر اسمها ولكن اكتب حتى على اليوتيوب كوبري الشرقية وسقط اليوم وللمرة الثانية في نفس العام. بعد أن تذكرون هذا حادث الأتوبيس النهري في القاهرة، والذين ماتوا راحوا ضحايا. وقتها قام علينا وزير النقل أن يلوم الأهالي الذين يركبون بدل من أن يلوم نفسه وعدم مراقبة هذه المراكب. وقلنا مرارا وتكرارا ركبوا هذه المراكب. اليوم 12 متوفي. هذه حصيلة أولية من مركب مصري في كفر الشيخ يغرق. أقول تاني، تذكرون هذا الأتوبيس النهري الذي حدث في هذا العام في نظام السيساوي الملعون الفاجر الكافر المرتد؟ يا السوية، يا أغبياء، يا ولاد الكلب. تذكرون؟ يا بهايم، يا كفار، يا ولاد الكلب. انا مالكمش حل يعني؟ مش فاهم انا لحد دلوقتي بيأيد السيسي ده كافر، واللي هم اصلا اصبحوا 25 او 20% بس في العالم المصري. 20%، 70% هينزلوا ان شاء الله، جميل، و10% رافضين بس هيقعدوا، جميل، و20% بس هم اللي لسه على السيسي كافرين بقى، على ملحدين، على مسايحة، على فنانين، على حرامية. 20% الباقي الحمد لله. شعب مصر مظبوط، شعب مصر شعب واعي وشعب محترم وشعب عادل وشعب مسلم، شعب فاهم. ما عاد خلاص بقى يا مبارك وضحكوا عليه بالسياسة والكلام ده، لا خلاص أصبح ناضج سياسيا. بعد مشكلة الأتوبيس النهري ومن راحوا ضحايا 12 يموتوا الآن، 12 شخصا يموتوا، وزير النقل ووزير السياحة ووزير الآثار واقفين عند سفح الأهرامات يقيدوا الأنوار ويلعبوا بالألعاب النارية والناس بتموت. هو ده النظام اللي انتم مأيدينه؟ هو ده السيسي الدكر؟ هي دي اللي بقت كده؟ هي دي اللي كده فين؟ أفهم أنا كده فين؟ كباري بتقع ومراكب الناس بتموت. برضو الإخوان اللي طرطروا عملوا بيه على الكوبري اللي في كفر الشيخ قام سقط، والإخوان برضو راح واحد ركب المركب وقام خارقها فقام ماتوا. بمناسبة ايه يعني؟ مش فاهم يعني. ما انا عايز اعرف، زي ما الإخوان برضو سدوا المجاري وغرقوا اسكندرية، اللي بيحصل كما تقتلون ستقتلون. قلنا ربنا بيعمل آيات. خلاص احنا في نهاية الزمان. انا مش شيخ والله ولا إخوان، انا شاب فاجر. عايزين اكتر من كده بقى؟ انا ما في احد عمل ذنوب قدي، بس انا راجل مسلم وفاهم وعاقل وفاهم يعني ايه عدل وفاهم يعني ايه ظلم وفاهم ان لازم الاسلام هيقوى ولازم الاسلام هو اللي ينتصر. انتوا يا ملحدين يا مسايحة والله ما هتشوفوا خير. وطول ما انتوا بتأيدوا السيسي مصر عمرها ما، طول ما السيسي ماسك مصر عمرها ما يكون فيها خير. اصلا انت بتقتل هتتقتل. كما تقتلون ستقتلون. قتلت الشاب في البحر والله ذنب ال 12 اللي ماتوا في كفر الشيخ
هذا ذنب القتيل الشهيد الفلسطيني اللي قتلوه عليه. غرقتوا الانفاق الفلسطينيه، غرق لكم اسكندريه. مش عارف عملتوا ايه، قتلتوا في سينا برضو مات مش عارف مين. جيتوا تفجروا في فيصل عشان تخوفوا الناس بالامن، مات نائب رئيس هيئه القضاء. جيتوا تقتلوا في سينا، قتلوكوا في الجيزه على الحاجز الامن بتاع الجيزه في الشرطه. هنفضل كده؟ ايوه والله هنفضل كده. انا عن نفسي انا مش بتكلم اللي هو انا يعني هيقول لك ده انت بتحرض، انا ما بحرضش، بس هي من ذو بدء الخليقه، من ذو بدء الخليقه. انت بتموتني هموتك، ولو ما عرفتش اموتك ربنا في عدل كبير بيقصف. كوبري بيقع، مركب بيقع ب 12 واحد، اهمال من الحكومه، اهمال من وزير النقل، اهمال من النظام. يا جماعه ما حدش يقول لا السيسي على راسي، بس الناس اللي تحتي قصهم. السيسي ابن مرمة ناجي عرس، كافر ابن وسخه وطرطور العرس. هابي نيو يوي هابي نيو يير ارس. هتاخدوا اله؟ هنعمل السيسي اله؟ كل واحد عايز يحارب السيسي وعارف ان السيسي هو، انتم حاسين يشتم لك الدنيا كلها. ايه يا السيسي؟ لا بس هو ايه يا جدعان؟ هو السيسي ده اله ولا ايه؟ ولا هو انت يعني لما تشتم الناس كلها وتشتم الحكومه وتشتم الامن وتشتم المخابرات بس قلت ايه والسيسي حبيبي؟ انت كده يعني انت بتشتغل نفسك. ما هو السيسي يعني النظام، هو السيسي يعني نظام سيساوي كله، منظومه كامله فجره وسخه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. لا حد يقول لي الفاظك، لا حد يكلمني على الالفاظ. في ارواح بتموت، في ارواح بتموت. واذا استمر الكلام ده انا عارف انا بتكلم ازاي، وزي ما قلت حاجات وكلام كتير قوي قبل كده واتحقق. انا مش ما حدش يقول لي ايه ليه انت ساحر، ولا يا حبيبي لا يا ظريف، لا انا ساحر ولا انا راجل مثلا تقول لي انت عامل نفسك بتفهم واحنا ولا كده. كل واحد وربنا اداله على قد عقله، وكل واحد ربنا اداله موهبه، اداله موهبه واداله علم. وانا ربنا مديني حاجه لازم اقولها عشان ابرأ ذمتي. بس لا انا باخد فلوس منك، ولا باخد فلوس من اخوان، ولا باخد فلوس من 6 ابريل، ولا باخد فلوس من السيسي ونظامه. انا راجل الحمد لله تسمع مني الكلمه هو ده الصح. لازم ثورة 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 حتى النصر، ثورة حتى لو هنموت. لازم نطلع كلنا وما نخافش. لو انت معكش سلاح هتقول لك هنعمل ايه، بس اطلع موت عادي مفيش مشكلة. لو روحك هتروح في مقابل انك تحرجه قدام الرأي العام والعالم العام الداخلي والخارجي، وتقلل من شعبيته 2 حتى بس لو انا هموت، وتقلل من شعبية الكلب الكافر السيسي للنظام السيسي ده 2 أو 3 اوكي مفيش مشكلة. هو برضه فايدة، انت مش هتموت مقتول مجرم، انت نازل لله عشان خاطر الله. انت عشان كل الامور وضحت ان هو حرب دلوقتي، هو بيحارب الاسلام وبيحارب المسلمين وبيحارب المستضعفين. حرام هتعطشوا. يقول لك انا ضيعتكم امتى قبل كده؟ هو انت اصلا عملت لنا ايه؟ دلوقتي يقول لك انجازات جايه على قناه اون تي في، على القنوات الاعلاميه الفجر يقول لك انجازات عام 2015. بيلعبوا الغرب عشان يقولوا الغرب اللي احنا بنحارب ارهاب وبنحارب المسلمين اهو. محاربات جزيره سيناء، تفجير البيوت. هو ده اللي انت عملته. لا برافو على الامن والامان، يا 100 100 امن وامان جميل. امن وامان ايه اللي انت عملتوه يا سيساويه يا ولاد الكلب، يا سيساويه يا مقرصين يا فاجرين. ايوه هقول الفاظ. امن وامان ايه؟ انت بعد ما رحت كسرت ودمرت بيوت الناس في سينا وموتت الاطفال وموتت الحريم وموتت المدنيين، جاي بتقول لي امن وامان وانتصرنا في الحرب؟ هو انت الجيش بتاعك منيمه وجاي بتنططه على الشعب اللي عزل؟ ما تطلعه يا حبيبي على اسرائيل، ولا تطلعه في نصيبه بورما، ولا تطلعه يحارب في سوريا، ولا كنت طلعت على الاقل حارب في اليمن ضد الشيعة الكفار. هو انت خول ما بتتمرعش؟ هو انت يا سيساوي يا خول ونظام خول ما بتترفعش الا على الرجاله، على الناس المدنيين بتوع شعبك؟ طب ما هم بيفخخوا ويفجروك كل شويه، شرطه وقضاء وجيش، وهم مننا برضه. واحد يقول لي لا يا عم انا ما قلتش، انا مش كل الجيش مرتد،
عندك في ضباط بعتوا من المدعي المسؤول العلاقات العامة الإخواني السابق، معرفش اسمه ايه بصراحة، بعتوا له قالوا له احنا بنعلن ان احنا منقلبين على السيسي. وحسام بهجت الصحفي اللي كان ممسوك، وبان كيمون طلبوا قال لك اعرب عن قلقه وخرجوا اللي كان بيدافع عن شذوذ، وفي نفس الوقت كان بيعرض قضية مقال صحفي ولا عن انقلاب الضباط داخل الجيش. لا، ما في ناس كل ده بيموت، ما هو حرام يعني. مين السبب؟ في سبب. واحد اسمع يقول لك الاخوان ما عملوش حاجه، ولا الثوار ما عملوش حاجه. قال مين البادي اصلا؟ ده رقم واحد. لو كان عمل وهم ما عملوش، ده داخل سينا تفجر بيوت الناس وعايز يقول لك تعال اتفضل، بتطردهم وتهجرهم وتقتلهم وتجوعهم، وفي الاخر تضحك عليهم بشويه مواد غذائيه. ايه يا عم مدفوق والله العظيم. والمصحف نظامك خلص، والمصحف يستويه يا ولاد الوسخه. النظام ده خلاص يا ولاد الكلب، النظام ده خلاص والله. لو موتوا الناس كلها خلاص، ما عادش فيه خلاص، ما عادش فيه الا الكافر والملحد بقى والمسيحي بس اللي بيقلب يعيد السيسي دلوقتي، واليهود. مين تاني اللي هيعيد السيسي عنده عقل وعنده مخ؟ اذا كان بيموتنا. استغفر الله العظيم. ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر. 25 يناير يا جماعة نطلع من كلنا، محدش يستنى قيادة اطلعه، محدش يستنى واحد يخبط عليه في البيت ويقول له يلا تعالى ده احنا رايحين 5 6. لا، انزل كلنا هننزل. ما تستناش قيادة من 6 ابريل، ولا قيادة مني، ولا قيادة من اخوان، ولا قيادة من الثوريين الاحرار، ولا قيادة من حزب عبد ابو فتوح، ولا قيادة من مش عارف مين. كتير، احنا كتير، واشتغلوا على هاشتاج احنا كتير وكلنا 6 ابريل وارحل يا سيسي. ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر. يسقط حكم العرس، يسقط حكم العرس. وان شاء الله نقابلكم 25 يناير 2016. ما تتخذلوش وما تخافوش، ودي اخر فرصة. اسمعوا الكلام، دي اخر فرصة. الرأي العام العالمي كله منتظر 25 يناير دي بالذات، لان كثرة الناس فيه. اثبتوا وثابتوا، اصبروا وصابروا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثورة حتى النصر.